اقتراح للغداء في يوم الجمعة يكون سهل ماهل يوجد معك بسرعة، وبالأخص إذا كان عندك صوالح بزاف أخرى غير المطبخ. واش ديري الحريرة والخبز تاع الكوشة اللي هو اللي بلا ما تتعبي في الكسرة وتعجني وتغرقي. هذا هو بالضبط واش درنا اليوم. تابعي الفيديو للآخر ودي النص. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيديوهاتي على القناة اعملوا لي جيم رجاء للفيديو باشتراك للقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وبسم الله يلا على الفيديو. السلام عليكم احبتي، كما راكم تشوفوا رانا بدينا نهارنا في الكوزينه باش نحضروا الغداء، وقررنا نديروا الحريره باش تطيب بسرعه. كما قلت لكم بالاخص عندك صوالح ياسر، وباش ما تشدكش الكوزينه كما عارفين صوالح ياسر وتبقاي تدوري فيها برك. الحريره تاخذ منك نصف ساعه من تحضيرها الى طيابه تاعها، يعني توجد معك يعني في كلش. بالمناسبة أختي الحبيبة هي اللي درت الحريرة وأنا درت الخبز. هي واش درت الحريرة كما راكم تشوفوا نوريها لكم وجربوها وقولوا لي في التعليقات رايكم فيها. أول حاجة درتها كما قلت لكم هي الخضر اللي متواجدة عندك مهما كانت. هنايا عندنا البطاطا والجزر والبصل والثوم طماطيش، طبعا الزيت ومرقتها وزادة توابل اختياري. أما هنا نوري واش درت فلفل أسود ولا كحل، راس حانوت، كركم اللي هو عرق اصفر، وزنجبيل او حلبة. انا زنجبيل ما كانش درنا الحلبة، وندير قطعه تاع الشحم صغيره باش تبني لك الحريره وما تولكش صامطه. يعني انا هنا عندي فورماج ما حاجه نزيد ليها شويه بنه تاع اللحم ونخليها تطيب في قرطه. من بعد هنايا اللي هي جيت من بعد باش ندير الخبز. حاجه اللي تبداي بها دائما وابدا كما قلت لكم انك تسمي بسم الله او تبداي على بركه الله، وتقارب لي الفارين ولا دقيقه اللي راكي تخدمي بها، لكن لازم نقربوه قبل اي شيء. ما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو اذا عجبكم استفدتوا ولو بشيء واحد باش يوصل لاكبر عدد من الاشخاص، فهذا الشيء هو دعمكم للقناه وشكرا. خلط المكونات السائله نتاع الخبز تاعي اللي تعرفوها يعني متعودين عليها. الماء لازم الماء يكون سخون، والخمارة نضاعفوا الكمية لأنه يكون بارد الحال، وملعقة واحدة ما تطلعهمش. يعني أنا هنا ما نديرش السكر، أنا ندير الخميرة فقط، لذلك نضاعفوا له 2 ملاعق. أنا درت ملعقة واحدة وما طلعتليش، يعني هذه نصيحة لكم ما تغلطوش كيما أنا. نبدأ نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا على القوام اللي نديرو عليه يكون يتلاصق في اليد، يعني ماهوش جاف، نغطيها ونخليها ترتاح. من بعد ندهن البلا ونفرقها فيه ونخلي ندهنها بالصفار يعني، ونرش الكمون الكحل يعني اختياري، ونشعل الفور طبعا لازم يكون سخون. ومن بعد نديرها تطيب. ملاحظة أخرى بلي لازم يكون مناسب للكمية اللي عملتيها، يعني البلا نتاعك يعني مثلا إذا كانت العجينة كميتها صغيرة لازم البلا يكون صغير هنايا لأنه يحبوها يعني تكون رقيقة. البلا الواسع مع أنه الكمية تاعي قليلة. من بعد نرجعوا للحريرة واللي هي تكون يعني في الاستواء تاعها انتهى. ننزع الخضرة مع القليل من المرق باش نرحيها ونرجعها على الماء كما الماء الباقي، يعني خلينا مرحينها بالماء تاعها باش تكون شويه الماء ما تكونش عاقده بزاف. ونرجع الشحمه اللي طابت فيه، يعني ملاحظه هنا ما نرفوهاش معاه، نخلوها كما هي. ونديروا 2 جعبات تاع فلفل يعني الحار باش تعطي نسمه برك، وملعقه الى 2 من قبره تاع الفريك، يعني هذا ثاني اللي يحبها حنا نديروها يحبوها. وخلاص راها كملت الحريره. شتو ما زدتش وقت بزاف، لا نقول لكم طير تهنيكم قال الحريره. وهنا احبتي راكم تشوفوا الاجواء تاع الغداء هذه يكون هادي. عارفين سبحان الله يوم الجمعه يجيكم هادي وما فيه حتى ديرونجمون، هذاك بسيط. شوفوا هنايا اجواء الغداء البسيط جميل وسهل. وما تنسوش ديروا لي جيم للفيديو عجبتكم واستفدتوا به باش يوصل كما قلت لكم عدد اكبر من الاشخاص، باش تدعمكم للقناه تكبر القناه تكبر اللمه تاعنا. نستنى ثاني في تقديم فيديوهات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله.